ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. احب انبه ان الفيديو ممكن يسبب احباط، وخلي بالك اي فيديو هيسبب لك احباط هيساعدك انك تحقق نتائج كبيرة في حياتك، وانا هنا علشان افتح عينيك على حاجات جديدة. انت ماكر ومخادع. ايوه، ماكر ومخادع، وفي خداع كتير بيحصل جوه عقلك، بيدور في عقلك. انت بتخدع نفسك وبتخدع اللي حواليك، والخداع هيمنعك من انك انت توصل للنتائج اللي انت عاوزها في حياتك، سواء في علاقاتك، سواء في شغلك، سواء في اهدافك، سواء في ايا كان. انت بس مهتم بمصلحتك، ومصلحتك المفروض اللي هي صحتك، انك تكون سعيد، انك تحمي نفسك وتفضل عايش. لكن مصلحتك اللي انت مهتم بيها فعلا هو اللي انت فاكر انها انت، صورتك عن نفسك، مفهومك عن نفسك، تعريفك لنفسك، اللي هو الإيجو بمعنى أصح، أو الأنا. وأنا هعمل فيديو بعد كده هشرح فيه إيه هو الإيجو ده. ما سألتش نفسك ليه ممكن شخص ينتحر عادي، يضرب نفسه بالنار، رغم إنه أذى نفسه أهو وأذى جسمه وموت نفسه؟ كل ده علشان الإيجو. وهو ده السبب برضو اللي بيخلي الناس يروحوا يقتلوا ملايين من الناس تحت اسم الدين أو تحت اسم ربنا سبحانه وتعالى، بسبب صورتهم عن نفسهم أو بسبب الإيجو. في أضرار عن الكذب والخداع لو عرفتها بجد هتتصدم. التعب المزمن والإرهاق، دايما كده تحس إن الطاقة بتاعتك مش حلوة وعايز تنام طول الوقت. الكذب ممكن يسبب أمراض القلب، تخيل. وأكيد طبعا الأكل الغير صحي بيسبب أمراض القلب. الكذب ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم. الكذب بيعمل مشاكل في الجلد زي الإكزيما مثلا، بيضر الجهاز المناعي، وبيسبب اكتئاب. الاكتئاب ده معنى كده ان الانسان وصل لمرحلة سيئة جدا في الكذب، طبقة فوق طبقة فوق طبقة. انت بتعمل كل حاجة في حياتك، سواء بتروح المدرسة، بتروح الجامعة، بتخرج مع اصحابك، بتتجوز، بتخطب، بتعمل اعمال خيرية، ما بتعملش انت الكلام ده علشان انت بتحب الناس او انك انت همك عليهم. لا 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 لا. لو انت فعلا صريح مع نفسك هتفكر كده وتقول: ياه، ثانية واحدة كده، أنا بعمل الكلام ده علشان راحتي الشخصية أنا بس، علشان أنا أكون سعيد وبس، مش هاممني الناس التانية. تعال ناخد أمثلة تانية. لما حد يضايقك في حاجة وتقول تمام عادي مفيش مشكلة، وانت من جواك زعلان، صح؟ لما تحاول تبين انك انت انسان متواضع، وانك انت مش اشطر من الناس اللي حواليك، وانك انت مش احسن منهم، لكن انت من جواك عارف ان انت احسن منهم، ومن جواك مغرور. لما حد مثلا يخبط فيك بالغلط وتبين انك انت واحد ناشف وقوي كده، وتحاول تبين ان الخبطة ما اثرتش فيك، وانت من جواك نفسك تتألم وتصرخ. لما مثلا يكون عندك وزن زايد في منطقة البطن، وتقعد كل شوية طول ما انت ماشي تشفط بطنك علشان تبين انك انت ارفع شوية، فخلاص الموضوع ده بقى عندك بشكل مزمن، انك انت بتقعد تشفط بطنك كده اهو بشكل مزمن، خلاص الموضوع بقى صعب جدا معاك. لما تحاول تبين بقى انك انت كده انسان روحاني، وانك انت مش مهتم لا بالفلوس ولا بالعلاقات ولا بالمناصب ولا بالبيوت ولا الفلل ولا الكلام ده كله، وانت من جواك هتموت عليهم. لما تحاول تبين انك كول وشيك، وانك انت عندك كاريزما وساحر كده. لما حد مثلا يقولك خبر وحش، وانت تحاول تبين ان الخبر ما اثرش فيك ولا حاجة. لما تسأل الناس عن حاجة بطريقة غير مباشرة، ما عندكش الشجاعة انك انت تسأل عن الحاجة بطريقة مباشرة، فبتقعد تسألهم بطريقة غير مباشرة. ياه، دي من اخطر انواع الكذب اللي انت ممكن تعملها. تحاول مثلا تختلق اعذار، او تحاول تسألهم ممكن اعمل دي، ممكن اسألكم على كذا، ممكن نعمل كذا. لما تقول عن نفسك انك انت اكتر انسان صريح. مم. والناس اللي بتقعد تقول انها اكتر ناس بتعرف تحب واكتر ناس عندها تعاطف، بتبقى من جواها انانية جدا. والناس اللي بتقعد تنتقد، دول اساتذة في المكر والخداع. لما حد يجي يقولك ما ينفعش تعمل كذا واعمل كذا، او حتى لما انت تقول مثلا لاصحابك او لولادك او لمراتك اعملوا كذا وما تعملوش كذا، او حتى لما تقول لنفسك من جواك كده: انا لازم اعمل كذا وما اعملش كذا، لازم اروح الجيم، لازم اكل اكل صحي، لازم العب رياضة، لازم اشغل وقتي بحاجة مفيدة. دي من اكبر انواع الكذب. لما تكون عملت غلط وانت عارف من جواك انك انت عامل غلط،
وبرضه تحاول تنكر وتقول لا 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 مفيش اي حاجة حصلت. لما تحاول تخبي نقط ضعفك والحاجات اللي انت بتخاف منها وتحاول تبين انك انت الشخص الجامد الشجاع. لو انت شغال في مجال الماركتينج او السيلز، شوف بتقعد تكذب على الناس قد ايه وعلى الزباين بتوعك قد ايه، توهمهم بعروض وخصم 50% وحاجات زي كده. لو انت مدير تنفيذي مثلا او مدير في اي شغل، وبتخبي المعلومات دايما عن الناس اللي شغالة تحت ايدك وبتقولها بس في اخر دقيقة علشان مثلا واحد يترفد وواحد تاني يتعين، بتكذب على نفسك. تكذب على نفسك. لما تخبي مشاعرك الحقيقية، لو انت مثلا حاسس بإحباط، حاسس باكتئاب، حاسس بانك انت زعلان، حاسس انك انت متضايق، حاسس بانك انت خايف والناس تسألك عامل ايه، فتقول لهم يا تمام تمام مفيش اي مشكلة. لما تبقى قاعد مثلا في الشغل ومديرك يسألك ايه رأيك في القضية دي، ايه رأيك في الموضوع ده، وتبقى انت قاعد كده وفاكر انك انت تقدر تقول الحقيقة، لكن انت بتحاول طبعا تخبي الحقيقة جواك. لما يكون عندك اطفال وبتقعد تقول لهم كدبة بيضة، عارف الكدبة البيضة؟ بتقعد تقول لهم كدبة بيضة وبتخبي عليهم اللي بيحصل فعلا وبتقول لهم اي كلام، وبكده بيتعلموا منك الكذب. بتطلع اطفال كدابين. لما تقول لحد انا بحبك وانت من جواك مش حاسس بحب ناحيته ولا حاسس الكلمة دي من جواك. لما تقعد تهزر مع الناس علشان تشغلهم مثلا عن مشكلة معينة انت عملتها. شفت عقلك بيخدعك ازاي؟ لدرجة انك ما بتبقاش عارف ان انت بتخدع نفسك وبتخدع الناس اللي حواليك. وخلي بالك الناس بتبدأ كذب من سن 3 سنين من وهي صغيرة، وبيفضل عادة معاها بقى لحد ما بتكبر. الكذب هيسمم حياتك وهيبعد عنك النجاح والسعادة اللي انت عايزها. لازم تكون شجاع وصريح مع نفسك عشان تكتشف كل الخداع اللي انت بتعمله واللي قعدت مخبيه سنين، وكنت ماشي بمبدأ خبي التراب تحت السجادة. الموضوع هيحتاج منك مجهود، والأهم انك تكون صريح مع نفسك. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. سلام.